في حكمة قالها توفيق الحكيم، واحد من أهم الكتاب في تاريخ مصر، لما كتب مذكراته اللي كان صريح فيها ومتصالح مع نفسه. فكتب في المقدمة: أملي أكبر من جهدي، وجهدي أكبر من موهبتي، وموهبتي سجين الطبع ولكني أقاوم. لخص الحكاية في السطرين دول لما قال أملي أكبر من جهدي، يعني الهدف اللي أنا عايز أوصله بعيد وبيبعد أكتر، والخطوات اللي باخدها لسه قصيرة، لأن كل يوم الدنيا بتتغير أسرع ما أنت تتوقع، والحاجة اللي كانت بجنيه بقت ب10 وب20، فبقى أملي أكبر من جهدي. فلما بحسبها بلاقي الهدف اللي أنا عايز أوصله أكبر من اللي أنا بعمله ومن مقدرتي وجهدي دلوقتي. أعمل إيه؟ قاوم. وجهدي أكبر من موهبتي، يعني اللي أنا بحاول أعمله والسعي اللي بسعاه وجهدي اللي ببذله كل يوم بجيب فيه آخري، وبحاول أخلي مجهودي فوق العادي عشان يقرب المسافات شوية. بس مجهودي ده أكبر من إمكانياتي ومن موهبتي وخبرتي وشخصيتي وذكائي وسني، فجهدي أكبر من موهبتي، فبحاول أعدي بيه عشان يزود موهبتي. هتعمل إيه؟ قاوم. وموهبتي سجينة طبعي، يعني شخصيتي وخبرتي محكومة بالمكان اللي أنا عايش فيه والبيئة اللي أنا فيها والطريقة اللي اتربيت بيها والناس اللي حواليا والظروف المادية اللي بعيش فيها. أعمل إيه؟ قاوم. لما قال في الآخر ولكني أقاوم، ده الحل، والنتيجة في الآخر دي من حكمة ربنا. أكبر مثل على ده اللي شفناه واللي بنشوفه لما مجموعة تدخل معركة مع عدو إمكانياته وقوته أضعاف أضعاف اللي معاه 100 مرة، وقصاد عدو ما عندوش حدود دين أو أخلاق أو إنسانية يقف عندها، فمفيش حاجة بتوقفه، ومش بيلتزم بعهد ولا بوعد، ولا في حد في العالم بيمشي كلمته عليه، فبينفذ كل الجرائم اللي تخطر على باله. في الوضع ده عمل ايه؟ قرر انه يقاوم. لما شاف قدامه طيارة مسيرة جاياله مخصوص، عمل ايه؟ حدف عليها العصاية اللي لقاها جنبه بإيد واحدة عشان إيده التانية مصابة. هنا حتى لو الأمل أكبر من جهده وجهده أكبر من مقدرته ومقدرته بتغلبها الظروف اللي وقع فيها، لكنه في الآخر قاوم. في ناس استغربت اللي عمله فايدته ايه، وناس تانية لمته وغلطته على اللي عمله على انه مخاطرة مش محسوبة. سيدنا موسى لما جيش فرعون كان بيطارده ووصل خلاص البحر قدامه والعدو وراه، من أقوى جيوش العالم وقتها، وأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، هيخلصوا علينا خلاص. حد قال له ساعتها انت ما حسبتهاش صح ليه؟ كنت لازم تعمل خطة عسكرية مضمونة الأول، كنت توفر لنا سلاح كفاية، أو من الأول كنت سكت طالما مش معاك سلاح زي سلاحهم. لا، سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما خلصت الأسباب فضل عنده يقين وأمل في مسبب الأسباب، ضرب البحر بعصاه انشق البحر وعدوا، وربنا نجى سيدنا موسى وقومه وغرق فرعون وجيشه. دي الحالة والنفسية اللي ربنا بيصنع لها المعجزات، نفسية المقاوم. في فرق بين نفسية الهزيمة ونفسية المقاوم. نفسية الهزيمة بتملى الإنسان بالندم وجلد الذات، ويفضل يتردد جواه صوت الناس اللي أذوه وقللوا منه، ويفتكر إن كلامهم صح، ويتملي إحساس باليأس ويكره نفسه. أما نفسية المقاوم، حتى لو مفيش في إيده أي حاجة يقدر يعملها، حتى لو مفيش حاجة اتغيرت، اللي بيسمعه ويسكن في عقله وقلبه آية ليس لك من الأمر شيء، يعني مفيش حاجة بإيدك، النتيجة دي مش بتاعتك، الأمر كله بإيد ربنا، مش بإيدك ولا بإيد أي بشر، النتيجة في الآخر راجعة لمشيئة ربنا. عشان كده في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل المطلوب منك إنك تقاوم، وده مش معناه إن أنت لازم تطلع الجبل كل يوم عشان تبقى راضي عن نفسك، لأ،
انت من اول ما بتصحى الصبح في ميعادك عشان توصل في ميعادك انت بتقاوم ان انت صحيت في ميعادك. انت بتقاوم الكلام اللي بتسمعه طول اليوم، والمواقف اللي بتقابلك على مدار اليوم، اللي بتضايقك واللي بتحرق دمك واللي بتكرهها واللي بتحبطك. انت بتقاوم نفسك كمان، بتقاوم الصوت اللي جوه دماغك والحاجات اللي بتحيرك والحاجات اللي بتقلقك. عشان كده بيقولوا قاوم ما تحب لو في معصية، وتحمل ما تكره لو في طاعة. ونجحت ولا فشلت وكسبت ولا خسرت، المطلوب منك انك تقاوم، والنهاية في الاخر واحدة، هتموت وهتتحاسب على نيتك وعملك بس. في حكاية حلوة حكاها عمر طاهر بتوصل الفكرة دي. كان في ملك صحي في يوم مخنوق وزهقان، والحاجات اللي كانت بتسليه، الشاعر اللي بيمدح فيه ويقول فيه قصايد والبهلوان اللي كان بيضحكه، ما بتأثرش فيه. فقرر ينزل لوحده من غير موكب ولا حراسة يتمشى شوية. فتمشى لحد ما وصل لغابة، عدى على راجل عجوز قاعد فوق صخرة، فرمى عليه السلام. فالراجل العجوز ما ردش السلام، فالملك اتضايق، فرجع له تاني خطوتين وقال له انا رميت عليك السلام، انت ازاي ما ردتش؟ فقال له الواحد ممكن ما ياخدش باله من اللي اقل منه، لو قاعد فوق صخرة عدت جنبك نملة ولا فار مش هتاخد بالك. قال له اقل منك ازاي؟ انت عارف انا مين؟ انا الملك. قال له وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين هتبقى ايه؟ قال له هبقى ملك على البلد دي والبلاد اللي جنبيها. قال له بعدين؟ قال له هبقى ملك على البلد دي والبلاد اللي جنبيها وملك على القارة كلها. قال له بعدين؟ قال له هبقى ملك على العالم كله. قال له بعدين؟ قال له ولا حاجة. قال له هنا بقى ولا حاجة. فالمقصود هنا طلعت ولا نزلت النهاية واحدة، الدنيا في الآخر ولا حاجة. في حكمة صوفية بتقول علامة الإذن التيسير. يعني انت بتخبط على الباب، لو ربنا رايد وأذن لك هيفتح لك، لو ما أذنش هيفتح لك باب تاني. فما تشيلش هم وقاوم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.